What if? I have to try. Because you're human. Because I'm Captain Carter. اهلا بيكم في شيف افلام، والنهارده هشرح واحلل الحلقه السابعه والثامنه من مسلسل وات اف الموسم الثاني، واللي فيه بنشوف شخصيات من عالم مارفل في احد العوالم الموازيه. والحلقتين دول من اقوى حلقات مسلسل وات اف في القصص اللي شفناها، خصوصا الحلقه الثامنه اللي شفنا ظهور شخصيات كتير متجمعين مع بعض ما شفناهمش من زمان، زي ثور ولوكي وواندا وباقي الافنجرز. وقبل ما ابتدي يا ريت ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه، ويلا بينا. تبتدي الحلقة السابعة إننا نشوف لوحة أودن واللي فيها صورته وهو حاكم التسع عوالم في فترة ما قبل ولادة ثور، ودي نفس الصورة اللي كشفتها هيلا في فيلم ثور راجناروك باختلاف بسيط، وهي إن هيلا في صورة المسلسل شايلة المطرقة وهي راكبة على فينريس البلاك وولف، لكن الصورة من فيلم ثور ما كانتش شايلة المطرقة، لكن باقي التفاصيل كلها تمام. لو لاحظتم هنا دول زي 9 كور كرمز لكل عالم. لو عايز تعرف إيه هي أسامي التسع عوالم اللي دايما يتكلموا عليها، فهي أسجارد، ميدجارد اللي هي الارض، جوتنهايم اللي منها عمالقه الجليد، فانهايم والفهايم اللي منهم جان الضوء وكنا شفنا حد منهم في مسلسل شي هالك، وسفرتلفلهايم اللي منهم جان الظلام واللي شفناهم في فيلم ثور ذا دارك وورلد، ونيدا فيلر عالم الاقزام، وموزبلهايم العالم اللي منه سارتر اللي بيدمر اسجارد، واخر عالم هيليهايم عالم الموتى. والواتشر بيحكي ان هيلا كانت جلادة اودن في حروبه على التسع عوالم، وان اودن كان عايز يكتفي باللي عمله، لكن طموح هيلا اكبر وشايفه انهم يقدروا يحكموا الكون كله. وهنا بنشوفها بتوجه المطرقه على اودن، لكنه يدمرها بنفس الطريقه اللي هيلا دمرت فيه مطرقه ثور، وزي ما جرد ثور من قوته بيجرد هيلا من قوتها وينفيها على الارض، ويحط تعويذه على التاج بتاعها ان اللي يكون عنده رحمه كبيره يقدر يستحوذ على قوه هيلا زي ما عملت تعويذه على مطرقه ثور. بعدين تبتدي الحلقه اللي باسم ماذا لو وجدت هيلا الحلقات العشره. وبصراحه انا من اول ما كان تم الاعلان عن اسامي الحلقات افتكرت ان هيلا هتاخد الحلقات لنفسها وتستخدمهم، لكن الحلقه مشيت على ما غير ما كنت متوقع. بعدين نشوف هيلا تقع في الصين في فتره وين وو اللي معاه الحلقات، ونشوف جيش واقف حوالين التاج، ونشوفهم يلاقوا هيلا، ولما يتكلموا معاها ترد عليهم بغرور، لكنها تكتشف انها من غير قوتها ولا تقدر تخرج اسلحه او اي حاجه، لكن بالرغم من كده تقدر تضرب لها في كام واحد، زي ما شفنا ثور من غير قوته لكنه كان قدر يضرب عملاء شيلد لحد ما وين وو يكتفها بالحلقات، وهي تقول له جبتهم منين؟ دول مش من العالم ده. وتقول له لو كنت لابسه التاج بتاعي كان زمانك راكع قدامي، وهو يقول لها طب وريني، ويوديها للتاج. ونشوف هيلا تحت المطر بتحاول ترفع التاج من على الارض، لكنها مش بتعرف زي ما ثور حاول يرفع مطرقته وما عرفش. بعدين وين وو ياخد هيلا على قصره ويعرض عليها تحالف انها تكون جنبه في حروبه وتحارب معاه، لكن رد هيلا انها تضربه وتحاول تسرق منه الحلقات، لكنها تفشل فبتهرب قبل ما الجنود يقبضوا عليها. وبتقابل في سكتها موريس الحيواني الاليف اللي شفناه في فيلم تشانج تشي، واللي بيوصلها لقريه تالو بعد ما عدوا على الغابات المسحوره، وهناك بتقابل جايي اللي بتفهمها ان العالم بتاعها هو اللي بيحمي الارض من اي تهديد من العوالم الاخرى. وهيلا تقول لهم عايزه اتعلم منكم، وجايي بتوافق. ونشوف هيلا وهي تبتدي تمرينها وتكون زهقانه في الاول لحد ما جايي تضغط عليها عشان تعرف هي هيلا عايزه توصل لايه في الاخر، فبتقول لها عايزه اكون حره. وهنا هيلا اتغيرت وفهمت ان الهدف مش انها تحكم اسجارد ولا الكون، هي عايزه تكون حره من ابوها محدش يتحكم فيها، وانها تعمل اللي عايزاه. ونشوف هيلا بتتدرب، وهيمدال يكتشف انه مش شايف هيلا ويروح يبلغ اودن اللي يكون فاكر انها ماتت، لكن هيمدال يقول له ان في حد على الارض معاه ال10 حلقات وانها تقدر تسبب في قتل جاد، وده طبعا يقلق اودن عشان نشوفه بيروح بجيشه على وين وو. وهيلا لما تعرف ان اودن على الارض بتروح عشان تساعد وين وو، واودن يقول لها انه جه عشان يفتكر انها ماتت وينتقم ليها، لكن هيلا تقول له انت جيت عشان تاخد ال10 حلقات، ويعرض عليها انها تحارب معاه، لكن هيلا ترفض وتقول لوين وو لازم نفصله عن جونجنير. ونشوف بعدها فايت رهيب بين وين وو وهيلا ضد اودن، ودي اول مره نشوف اودن وهو يحارب بالشكل ده، والفايت كله في شكله زي فايت كابتن امريكا وثور وايرون مان ضد ثانوس في فيلم اند جيم، لحد ما في الاخر بنشوف ان وين وو يقدر يضرب اودن بالحلقات ال10 كلهم. وهيلا تظهر الرحمه لاودن بانه يسيبها في حالهم، لكنه يرفض، وبسبب رحمه هيلا التاج يرجع لها ويديها قوه كبيره اكتر من الاول ويغير في شكلها اللي كنا عارفينه. وفي الاخر الواتشر يحكي ان اسجارد مع الحلقات ال10 شكلوا تحالف وبقوا امبراطوريه هدفها تحرر الكون كله بالسلام.
بعدين نيجي على الحلقة الثامنة واللي تبتدي اننا نسمع صوت لوكي بيقول تكون او لا تكون ده السؤال، ونعرف انه بيأدي دور على المسرح لمسرحية لشكسبير. بعدين نشوف بيحصل شق في السماء باللون الاخضر والناس تهرب ولوكي بيتسحب للشق، لكن بيجي كارتر تلحق تنقذه لكنها تفشل انها تنقذ الملكة هيلا ملكة انجلترا في الزمن ده، ويتم اعلان ان ثور اخوها هو الملك الجديد. وثور بعدها يلوم كابتن كارتر ويقول لها من بعد ما جابتك الساحرة عشان تنقذينا والعواصف زادت والناس بتختفي اكتر، ويقول لها انها ملعونة ويؤمر انه يتقبض عليها. وعلى فكرة هو في الاغلب كلامه صح، ان ممكن بسببها العواصف زادت لان كارتر جاية من عالم تاني، وده من الاسباب اللي تزود الانكرجن او التصادم بين العوالم اللي كان شرحه ريد ريتشارد مستر فانتاستيك في فيلم دكتور سترينج. وكارتر بتهرب ونشوف هنا هوجن وشه بيتحول للون الموف، لكن ثور يوقفه ويقول له هات لي الساحرة. وتبتدي الحلقة الثامنة اللي باسم ماذا لو تجمع الافنجرز في سنة 1602، وبالمناسبة في كوميكس بنفس الاسم لكن مع تغير في الاحداث مع المسلسل. بعدين نشوف الواتشر يحكي ان سكارلت ويتش قررت تجيب هيرو من عالم تاني عشان ينقذوا عالمهم اللي بيموت، وكانت الهيرو دي كابتن بيجي كارتر. بعدين الواتشر يتكلم مع كارتر ويقول لها انك مش من العالم ده وان الكون ده بيموت، ويعرض عليها انه يرجعها للعالم بتاعها، لكنها بترفض وتقول له انا مش هسيبه وانا موجوده فيه. بعدين سير فيوري يتكلم مع سير هوجن ويقول له ان مرصد نيبولا وجزيره ايجو ومصنع جروت كلهم اتدمروا بسبب العواصف، وثور يقول لهم لازم نقبض على كارتر. وواندا سكارلت ويتش تقول له مش هي السبب، دي هي المفتاح لنجاتنا، وان في حد تاني جه من المستقبل هو السبب الاساسي في انهيار العالم. ونعرف ان فيوري بيساعد كارتر عشان نشوفها بتروح على توني ستارك. لو لاحظتم في شكل للبدله بتاعته هنا ودي جناحات، عشان في الوقت ده ما كانش هيكون في نظام الطاقه اللي بيستخدمه مع بدله ايرون مان، وفي درع زي درع كابتن امريكا نسخه انفينيتي وور، وفي هنا شكل المطرقه ثور. بعدين كارتر تخلي توني يفحص اجزاء لونها اخضر كانت على الجمجمه اللي خدتها من لوكي، وبيعرف انها مشعه بالطاقه، ويقول لها عشان اقدر اوصل للي انت بتدوري عليه يبقى لازم حاجه تكون فيها طاقه اكبر تكون معايا، ويقول لها ممكن بالسلجان اللي مع ثور. والسلجان ده شبه اللي كان مع لوكي في فيلم افنجر، بس بدل ما كان فيه المايند ستون فيه هنا حجر الزمن، وبما ان ثور مش هيرضى يساعدها يبقى لازم تسرقه. ونشوف بعدها لوكي وهو في الطريق يحكي عن مسرحياته، ونشوف حد يهجم عليه ونشوف ان ده روجر هود اللي متاخد من روبن هود الحرامي المشهور بانه كان يسرق من الاغنياء عشان يوزع على الفقراء. وهنا بيساعدوا باكي وانت مان واللي كانوا واقفين جنبه قبل كده في فيلم سيفل وور. بعدين كارتر تقابل ستيف وتقول له انها محتاجه مساعدته في سرقه سلجان ثور، وبنشوف طبعا مشاعر بينهم، لكن بعدها نشوف جنود اليلو جاكيت تهجم عليهم بقياده هوجن ونشوف فايت بينهم كلهم. واكتر حاجه تتلاحظ ان ستيف بيعرف يستخدم درع كابتن كارتر. بعدين نشوف الدستروير اللي شفناه في فيلم ثور، وكارتر تستسلم عشان يتقبض عليها والباقي يعرف يهرب وتتحط في الحبس، والواتشر يتكلم معاها لو عايزه ترجع، لكنها تقول له انها تقدر تنقذ العالم لو عرفت مين اول واحد جه للزمن هنا. والواتشر يقول لها جمل كتير فيها ماذا لو، وهي تزهق منه من كتر ما قال ماذا لو. بعدين تهرب وتشوف بروس بانر محبوس وتشجع على انه يهرب ويخرج هالك اللي جواه عشان يهربوا سوا، وتروح على ستارك اللي يقول لها انه عمل الجهاز اللي يكشف عن مين السبب، وانه كمان هيقدر يرجعه لزمنه، وان كل اللي محتاجه هو الحجر الملكي اللي على السلجان. ونشوف تجمع الافنجرز ستيف وستارك وانت مان وباكي وكابتن كارتر وبروس بانر، ويروحوا متنكرين في حفله على قصر ثور. بعدين يحصل الشق من تاني لكنه اكبر المره دي، وسكارلت ويتش تحاول تسيطر عليه بقوتها، ويحصل فايت على طريقه افلام ذا 3 موسكيتيرز بالسيوف. وثور يقول للوكي فين مطرقتي، ولوكي يقول له ضيعتها، وفي الغالب دي ممكن اللي احنا شفناها عند ستارك. ونشوف فايت بالسيوف بين ستيف وهوجن عشان يتحول الاخير لهالك هوجن زي ما كنا شفناه حلقه الكريسماس. وكارتر تحاول تتكلم مع ثور انه يوديها السلجان لكنه يرفض، ونشوفه ياخد سيف ونعرف انه مصنوع من الفايبرينيوم وان اخده هديه من ملك واكاندا، ويقول جمله اسجارد الشهيره Oh, Father, give me strength. Oh, fathers, give me strength. بعدين نشوف فايت بين الهالك الاصلي الاخضر ضد هالك الموف. بعدين نشوف فيوري بمساعده واندا يسلموا السلجان لتوني عشان ياخد منه الحجر ويحطه في جهازه، ونشوف كارتر تدخل ايديها وتربط بيها الجهاز زي ما ستارك لبس بدلته في فيلم ايرون مان 2، وكارتر تستخدم الجهاز عشان الزمن يقف حواليهم كلهم، ويحدد ان ستيف هو السبب، ويعرفنا انه وهو بيحارب ثانوس ضرب حجر الزمن عشان بعد كده يلاقي نفسه في 1602. ولو لاحظتم هنا ثانوس ما
معاه المايند ستون، لان في فيلم انفينيتي وور وقت الفايت مع ستيف كان لسه ما خدوش من فيجن، وبكده نفهم انه بسبب اللي حصل مع ستيف وحجر الزمن الواقع بتاع 1602 كله اتكون وحط الابطال في ادوار مختلفه في واقع جديد في الزمن. وتنتهي الحلقه اننا نشوف دكتور سوبريم سترينج يدخل على كارتر ويقول لها انه عنده قصه عايز يحكيها. بس كده دي كانت نهاية شرح وتحليلي للحلقتين السابعة والثامنة للموسم الثاني من مسلسل وات اف. ولو وصلتوا معايا لحد هنا يبقى يا ريت اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشترك، وهستنى اعرف رأيكم في التعليقات. سلام.